أهلا بكم. النهاردة هناخد أخطاء شائعة في اللغة والأغلبية مننا بيقولها غلط، وهنعرف الصح ايه والغلط ايه، وإن شاء الله منغلطش فيها تاني. أول حاجة معانا وهي الفرق ما بين أكفاء وأكفاء. أكفاء وهي معنى الكلمة متميزين أو مؤهلين، وهي جمع كلمة كفء. أما أكفاء وهي اللي الفاء فيها مشددة، هي جمع كلمة كفيف، واللي هو الشخص اللي فقد بصره. نيجي نحطهم في جملة علشان نفهم أكتر. المعلمون أكفاء في أداء رسالتهم التعليمية، وهنا يقصد بأكفاء متميزين أو شاطرين. تاني جملة وهي توفر الدولة خدمات تعليمية مناسبة للأكفاء. تاني حاجة معانا وهي الفرق ما بين نفد ونفذ. نفد وهي انتهى أو هلك، أما نفذ وهي اخترق أو مر، زي مثلا اخترق الضوء الزجاج. نيجي نحطهم برضو في مثال علشان نفهم. أول مثال هو نفدت تذاكر الحفل في ساعات قليلة، واللي هو خلصت أو انتهت تذاكر الحفل. تاني مثال معانا وهو نفذ السهم الجدار بسرعة، يعني اخترق السهم الجدار. برضو عندنا الفرق بين كلمتين عرض وعرض. عرض وهو عكس الطول، إنما عرض وهو جانب الشيء ووسطه، يعني حاجة في جانب الشيء أو وسط الشيء. ناخد عليها مثال برضو. جنحت السفينة في عرض البحر، أي وسط البحر. أو مثلا نقول سار في عرض الطريق، أي وسط الطريق. برضو عندنا فرق بين كلمتين الغداء والغذاء. الغداء هو وقت الطعام، إنما الغذاء هو الطعام نفسه يعني. دلوقتي معانا آخر كلمتين هنفرق ما بينهم، وهم آذان وآذان. آذان وهي جمع كلمة أذن، إنما آذان هو النداء للصلاة. نحطهم برضو في مثال. للإنسان آذان يسمع بها الأصوات، وهنا يقصد الأذن. ارتفع آذان الفجر من المسجد، اللي هو النداء للصلاة. تاني حاجة معانا وهو نقول ايه وما نقولش ايه. نقول ميناء بكسر الميم مش ميناء، ونقول ميدان بفتح الميم مش ميدان. نقول برضو حدب وصوب مش حدب وصوب. هو ايه معنى حدب وصوب اصلا؟ حدب المكان المرتفع. نحطها في مثال علشان نفهم. جاء السياح إلى مصر من كل حدب وصوب، يعني من كل مكان. هنقول ملء مش ملء. ملء وهي ما يملأ الشيء بالكامل، وهي مصدر ملأ، يعني كمية بتملأ جزء معين. إنما ملء مقدار الامتلاء، اللي هو يعني الكمية اللي في الشيء. بنقول نفايات مش نفايات. عندنا كلما. كلما بنقولها في الجملة مرة واحدة بس، ما ينفعش نكررها في الجملة كذا مرة، علشان ده خطأ والأغلبية مننا بيكرروا. عندنا من ثم ومن ثم. من ثم وهنا معناها إن من هناك أو في ذلك المكان، إنما من ثم ودي حرف عطف. تالت حاجة وهي نقول إيه، أسهم ولا ساهم؟ الاتنين صح. نقول مهمة ولا مهمة؟ برضو الاتنين صح. طيب نقول مكان آهل ولا مكان مأهول؟ الاتنين صح. العصر الأموي ولا العصر الأموي؟ الاتنين صح. كل عام وأنتم بخير ولا كل عام أنتم بخير؟ برضو الاتنين صح. آخر حاجة معانا وهو الاسم اللي على وزن فعلة، بيجمع بطريقتين حسب نوع الحرف التاني. بيجمع على فعلات إذا كان الحرف التاني حرف صحيح، اللي هو غير الألف والواو والياء حروف العلة، زي مثلا ركلات، هجمات، حلقات، علشان الحرف التاني حرف صحيح. وبيجمع برضو على فعلات إذا كان الحرف التاني حرف من حروف العلة، اللي هو الألف والواو والياء، زي دورات. كده نكون خلصنا درس النهاردة، وأتمنى يكون عجبكم. متنسوش تعملوا لايك والشير، ومع السلامة.